السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى ثانوي عاملين إيه؟ إن شاء الله النهاردة معانا يونت 8 بعنوان Building Bridges with Words. أول حاجة معانا في اليونت The Present Simple Tense اللي هو زمن المضارع البسيط. أول حاجة في أي زمن لازم نعرف الزمن ده هنستخدمه في إيه أو هنستخدمه إزاي. فإحنا الزمن ده بنستخدمه لما يكون في حاجات متكررة أو حاجات مستقرة على طول. ازاي؟ يعني مثلا انا عايش في الفيوم، فانا لو انا مستقر في الفيوم هستخدم مضارع بسيط. هستخدم مضارع بسيط. يعني مثلا تعالى كده قول لي ايه الفرق بين I am living in Cairo و I live in Cairo. I'm living in Cairo، انا عايش دلوقتي في القاهرة، عايش في القاهرة بس الفترة معينة أو فترة محددة، ممكن بعد كده إن شاء الله أنتقل إلى مكان تاني. لكن I live in فيوم أو I live in Cairo، I live in Cairo خلاص يبقى كايرو هنا ده مكاني أو ده وطني اللي أنا عايش فيه على طول. بيقولك إن زمن المضارع البسيط بنستخدمه لما يكون في حاجات متكررة. يعني ايه حاجات متكررة؟ يعني مثلا زي الحقائق العلمية، الشمس كل يوم بتطلع من المشرق مثلا او بتغرب من الغرب، المية بتغلي عند 100 درجة سلسيوس. كل حاجة تلاقيها متكررة معاك بشكل متكرر على طول، فانت كده بتلعب في الزمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط ممكن يعبر عن المستقبل. ازاي؟ قالك يعبر عن المستقبل لما يكون فيه جداول رسمية زي جدول القطر مثلا. القطر هيسافر أو هيغادر بكرة الساعة 7، يبقى the train leaves at 7 o'clock tomorrow. القطر هيسافر أو هيغادر بكرة الساعة 7، مع إن أنت استخدمت leaves هنا. يعني أنت مقلتش will leave، لأ أنت قلت leaves عادي. فانت هنا ليفز دي اصلا مضارع بسيط، لكن انت استخدمت المضارع البسيط لان موعد القطر محدد معروف، وطالما معروف يبقى متكرر، حاجة متكررة على طول. وطالما حاجة متكررة على طول يبقى انت بتلعب في زمن المضارع البسيط. بعد كده ندخل على التكوين. التكوين معانا اي جملة في الانجليزي بتبدأ باسم. اي جملة في الانجليزي بتبدأ باسم، سواء الاسم ده كان فاعل او الاسم مفعول. لا انا مش فاهم حاجة. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. المدرس يشرح الدرس كل خميس. المدرس يشرح الدرس، المدرس هنا اسم ولا فعل؟ لا والله المدرس اسم. ومين اللي بيشرح؟ المدرس، يعني المدرس فاعل. وطالما الفاعل بتاعك معروف يعني معلوم، يعني الجملة بتاعتك مبنية للمعلوم. طيب تعالى هنا في الجملة دي، الدرس يشرح. الدرس هنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ لا والله ده اسم. طيب بدأت بالجملة ولا بدأتش بالجملة؟ لا بدأت بالجملة. طب هل الفاعل بتاعك معروف؟ لا والله الفاعل بتاعي مش معروف، الفاعل بتاعي مجهول، فالجملة بتاعتي مبنية للمجهول. لو احنا جينا خدنا المثالين بتوع الانجليش، الجملة المبنية للمعلوم The teacher explains the lesson every Monday. في هنا اس بس ايه متاكلة في explains لان teacher مفرد. طيب هنا the lesson is explained every Monday. الدرس بيشرح كل يوم اتنين، كل يوم اتنين. تعالى بعد كده لتاني حاجة اللي هي الجملة الإنجليزية لا تخلو من الفعل. يعني لا يجوز استخدام صفة أو اسم أو حرف جر بدون فعل في الجملة. يعني مثلا ما ينفعش تقول أنا مدرس. أنا ينفع أقولها بالعربي عادي، لكن بالإنجليش ما ينفعش، لازم يبقى فيه فعل في الجملة. فلا يجوز إن أنت أصلا تقول جملة إنجليزي بدون فعل. طيب أنا مثلا لو أنا ملقتش الفعل، ملقتش فعل، أجيب إيه؟ اجيب حاجة تحل محل الفعل اللي هو ايه، انا اكون مدرس. I am teacher. I am a teacher. انا اكون هنا اللي هو verb to be، بيتصرف am و is و are. طيب انا عندي جملة المبنية للمعلوم بتتكون من، لو هي مثبتة، من فاعل وفعل وباقي الجملة. الفعل بتاعي ده يا اما يبقى انزله في المصدر على طول، وده مع الفعل الجمع. يعني ايه الفعل الجمع؟ يعني مع I you we they اسم جمع. طيب امتى اضيف له اس واي اس واي اي اس؟ ده مع الفاعل المفرد. يعني ايه مع الفاعل المفرد؟ يعني مع الهي ومع الشي ومع الات ومع الاسم المفرد. الاسم المفرد زي ايه؟ زي the student goes to school every day. the student goes to school every day. طيب
الفعل الجمع انزل له الفعل في المصدر ازاي على طول؟ قال لك والله يتنزل الفعل في المصدر على طول لما يكون الفعل بتاع الجمع، وهو فعلا الفعل بتاع الجمع اللي هو we. فتقول we play مش we plays، تقول we play football every day every Friday every. طيب ازاي بقى ننفي الجملة المبنية للمعلوم؟ هتنفيها بحاجتين، بدونت ودازنت. يعني تجيب فاعل بعد كده تجيب دونت مع الجمع ودازنت مع المفرد. طب انت جبت دازنت اللي فيها اس، جبت دازنت اللي فيها اس، تشيل الاس اللي في الفعل بتاع المفرد. مش احنا كنا بنجيب مع الفاعل المفرد فعل باس او اي اس او اي اي اس؟ اه. لما تيجي تنفي الجملة وتحط دازنت تشيل الاس بتاعت الفعل. يعني مثلا مثال the player doesn't the player doesn't عدل بس كلمة doesn't هنا. the player doesn't play well، ما بيلعبش كويس. طيب بص كده معايا، بصوا the player مفرد ولا جمع؟ لا ده لاعب واحد والله مفرد. نزلت له doesn't وبعد كده نزلت الفعل في المصدر اللي هو الانفينيتيف، يبقى the player doesn't play. طب لو انا شلت doesn't وعايز اقول ان اللاعب بيلعب كويس، اقولها ازاي؟ اقول the player plays well. the player plays well، احط اس هنا لو انا شلت doesn't. طيب مع الجمع، مع الجمع بنزل don't. the players don't play. طب انا عايز اسال بكلمه هل، اسال ازاي؟ بص يا كبير، عشان تسال بهل في الجمله المثبته بتقدم دو ودز، بتقدم دو ودز على الفاعل. فانت بتحط دو ودز بعد كده تجيب فاعل بعد كده تجيب المصدر بعد كده تجيب باقي السؤال. مثال do players play well، ومثال تاني does player play well. طب انا لو عايز اسال بكلمه استفهام اسال ازاي؟ هتجيب كلمه استفهام مناسبه للفعل. يعني مثلا لو انت بتسال عن الوقت فانت هتجيب وين، وبعد كده تنزل دو ودز والمصدر، وبعد كده بقى السؤال داز مع المفرد ودو مع الجمع. مثال when do players play football، امتى اللاعيبه بيلعبوا الكوره؟ ده كده لو معانا فعل في الجمله. طب لو انا عايز اقول هو ولد كسول، وهو ولد كسول هنا ما فيهاش فعل ومش معايا فعل، اعمل ايه؟ اخترع فعل. طيب تخترع فعل ازاي؟ هتجيب verb to be اللي هو فعل يكون وتحط الصفة. طبعا verb to be بيتقسم او بيتصرف لام واز وار. ام مع اي، يعني اي بتاخد ام، از بتاخد المفرد هي وشي وات واسم مفرد، وار بتاخد وي ويو وذي واسم جمع. مثال he is a lazy boy. فين الفعل؟ الفعل اهو اللي انا جبته معايا اللي هو اصلا كان في الاساس ايه؟ اللي هو كان في الاساس verb to be، كان في الاساس verb to be اللي هو is، وانا بدأت به فانا جبت he، يعني قلت he is، قلت he is he is a lazy boy. طيب I كانت بتاخد am an active student، انا ولد نشيط او انا طالب نشيط. we are smart people، احنا ناس اذكياء. طيب ممكن ام واز وار تلاقي مع الاسماء عادي. what's his job، وظيفته ايه؟ هنا وظيفة، هنا اسم ايه؟ وظيفة وجت مع is. what is his job. طيب في حاجة عندنا اسمها ظروف التكرار. يعني ايه ظروف التكرار؟ اللي هو بتعبر عن التكرار زي always دائما، usually often never sometimes rarely. الحاجات دي كلها اسمها ظروف تكرار. بتجي فين في الجملة؟ دول مكانهم بين الفعل الأصلي والفعل المساعد. يعني بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الأصلي. لا مش فاهم، اديني مثال. خد يا عم مثال ولا تزعل نفسك. معنا مثال بيقول he هو الفاعل always gets up early. هنا always get قبل الفعل الأصلي، قبل الفعل الأصلي هو he always gets. طب always تجي بين الفعل المساعد والفعل الأصلي، يعني بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الأصلي، أو تجي بعد الفعل المساعد. زي إيه؟ زي he is always a lazy boy، هو دايما ولد كسول، دايما ولد كسول.
طب انا عايز انفي، اقول ايه؟ اقول he never gets up early. هو ما بيصحاش متأخر ابدا. بس خلي بالك انت مع doesn't كنت بتشيل الاس، صح؟ ما هي never نفي بتساوي doesn't، لكن never ما بتشيلش الاس. never ما بتشيلش الاس ليه؟ لان الاس ده اللي بيدل على الزمن، انك هنا في المضارع البسيط، ونيفر دي بتجي مع بعض الازمنه التانية، فانت هتتلخبط بين الزمن، فانت عشان تميز الزمن فانت بتحط اس. طب ليه ما بحطش الاس مع doesn't؟ لان doesn't بتعبر عن المضارع البسيط، doesn't ما بتجيش مع اي حاجه غير المضارع البسيط. طيب، في معايا جمله بتقول he is always a lazy boy. he is always a lazy boy. هو دايما ولد ايه؟ ولد كسول. كده خدنا ظروف التكرار، ممكن تجي قبل الفعل الاصلي، وممكن تاجي بعد الفعل المساعد. لو معايا فعل اصلي ومعايا فعل مساعد زي الجمله دي، ظرف التكرار يجي فين؟ قال لك يجي بين الفاعل الاصلي والفعل المساعد، يعني قبل الفعل الاصلي وبعد الفعل المساعد عادي جدا. he doesn't usually play. يجي بقى لو الجمله ما كانش فيها فاعل، يعني الجمله هتبدا بالمفعول، يعني الجمله مبنيه للمجهول. ازاي نكون الجمله المبنيه للمجهول؟ اول حاجه نبدا بالمفعول، بعد كده ننزل ام واز وار. طبعا ام مع اي، از مع الهي والشي والات والاسم المفرد، وار مع اليو والواي والذي والاسم الجمع. بعد كده بحط التصريف الثالث. وعلى فكره التصريف الثالث ده بينزل في اي زمن مبني للمجهول، يعني انت اول ما تسمع ان في زمن مبني للمجهول انزل بالتصريف الثالث على طول. طب مثال بيقول لي this room is cleaned every day. this this room is cleaned every day. الحجرة بتتنضف كل يوم. ده كده بكل بساطة كان الجرامر بتاع معالم عليك. تعالى يلا بينا على الحل، يلا بينا. أول سؤال بيقول لي I know to school every day. أنا بروح المدرسة كل يوم. I بتاخد الانفينيتيف على طول فهتبقى go. تاني حاجة بيقول لي my mom not a book when she has free time. هتبقى reads. ليه؟ لأن my mom مفرد. تالت حاجة بيقول لي they not play football when they have a lot of homework. ولا does ولا don't ولا doesn't؟ هتبقى don't، لأن they بياخد معاها الجمع. ومعنى الجملة هما ما بيلعبوش كرة القدم لما بيكون عندهم واجب كتير، أكيد يعني ده منطقي. رابع حاجة بيقول لي my dad doesn't want pizza but he likes chicken. doesn't بيجي بعدها الانفينيتيف تبقى like. خامس حاجة بيقول لي نقط you ready for breakfast. طبعا تبقى are you ready، لأن ready هنا مش فعل. نقط your grandparents live in a big house or in an apartment. هل أجدادك عايشين في منزل كبير ولا عايشين في شقة؟ فطبعا هتكون do.